انا يا محمد في الفيديو ده حديك 5 معلومات عن عالم السيارات مستحيل انك كنت بتعرفهم. عدد سكان العالم 8 مليار نسمة، وعدد السيارات اللي في العالم اكتر من مليار و400 مليون سيارة. طيب عشان ابسط لك كالعادي، في كل 8 بني ادم في انسان عنده عربية. وكل ما يوم الاحصائيه بتزيد. قادر تتخيل الارقام دي يا عزيزي المشاهد؟ فلو انت عندك عربيه فانت ما انسان مميز، غيرك في مليارات الاشخاص اللي عندهم. تمام؟ قال لك هل انت غني؟ ايوه. عندك طياره؟ ايوه. وعندك عربيه؟ ايوه. بس عندك محبط للطياره؟ لا. طيب نحن صنعنا لك عربيه تقدر انك تنزل فيها الطياره بتاعتك. حرفيا يا عزيزي المشاهد، اكبر عربيه في العالم او اطول عربيه في العالم عندها محبط بتاع طياره. في سنه 1769 تمت صناعه اول سيارة في العالم، والسيارة دي ما كانت بتشتغل بالبنزين. الله، طيب بتشتغل بشنو؟ كانت بتشتغل بالبخار يا عزيزي المشاهد. لو حصل مرة شاهدت سباق بتاع عربات، تمام، اثناء ما العربية بتجي ماشية بيقيفوا كده على الطرف بيغيروا اللساتك بتاعت العربية في جزء خفيف من الثواني. ولكن تعال اقول لك انه الفورمولا 1 او الفريق بتاع الفورمولا 1 غير اطارات عربية في 1 ثانية .83، يعني اقل من ثانيتين. انا ما قاعد اتكلم لك عن اطار واحد، 4 لساتك يا عزيزي المشاهد تم تغييرهم في اقل من ثانيتين. سوبر كار سبلنتر، العربيه دي مصنوعه بنسبه 90% من الخشب. ده متخيل انك تيجي ماشي في الطريق والعربيه اللي انت راكبها مصنوعه من خشب؟ حرفيا يا عزيزي المشاهد الكلام ده حقيقه، والعربيه دي مصنوعه فعلا ودي صورتها. وسرعتها 386 كيلومتر في الساعه. لو عجبتكم السلسله ممكن نعمل مقطع تاني.